يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين. عاشورة خلاص كمان يومين. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى وأطعم حلة عاشورة، ومن نص كيلو قمح بس هنعمل منها كمية كبيرة جدا. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. عاشورة قوامها كريمي وطعمها خطير. والتجهيز وصفتنا: هحتاج نص كيلو من القمح، يعني 2.5 كوب معياري من القمح. هنزل عليهم بمية جارية من الحنفية. هدعك القمح بإيدي كويس جدا عشان حباية القمح تتخلص من أي شوائب أو أتربة موجودة فيها. وهدلق المية اللي غسلت فيها القمح وانزل بمية جديدة، وهكرر غسيل وشطف القمح وتغيير ميته بمية نظيفة لحد ما المية تبقى رايقة خالص ونقية. وفي مصفى ضيقة هصفي القمح من مية الغسيل كويس جدا. هحطه في طبق واحط له مية جديدة نظيفة، اغطيه بالمية، اخلي المية تعلى عن القمح بمسافة كويسة. هسيبه منقوع في المية دي من 4 ل6 ساعات. وفي فترة النقع هغير للقمح المية واحط له مية جديدة مرة او مرتين. وبعد 6 ساعات نقع حباية القمح نفشت، كبرت في الحجم وبدأت تفتح. والخطوة دي مهمة جدا لأنها بتقلل مدة تسوية القمح على النار، وفي نفس الوقت لما تيجي تاكلي طبق العاشورة القمح ما يقطمش معاكي وانتي بتاكليه. هدلق مية النقع واشطف القمح كويس واصفيه. وفي حلة كبيرة هنزل ب2 لتر مية واضيف لهم القمح. هرفع الحلة على نار عالية. أول ما تغلي هبدأ أشيل أي ريم يظهر على وش الحلة. هضيف للقمح وهو بيتسلق نص كوباية سكر عشان القمحة نفسها يبقى طعمها مسكر وانتي بتاكليها. هقلب كويس. وهضيف للقمح وهو بيتسلق ربع كوباية من الرز المصري مغسول ومتصفي، بس للأسف دي ما اتصورتش. وهسيب القمح يغلي على نار عالية لمدة ربع ساعة قبل ما هديله النار خالص واخليه يكمل سوا على نار هادية. بسيبه يتسلق حوالي ساعة. كل شوية بقلب فيه عشان اتأكد ان مفيش اي حاجة لزقت في الحلة. وبعد ساعة على نار هادية القمح اتسلق كويس جدا. هطفي النار وهغطي الحلة واسيب القمح في المية السخنة اقل حاجة ساعتين. وبعد ساعتين القمح شرب مية السلق كلها، كبر في الحجم وفشر. هضيف 2 كيلو لبن. يفضل ان هو يكون لبن بلدي من عند اللبان عشان يكون محتفظ بالقشطة بتاعته. هرفع الحلة على نار عالية مع التقليب المستمر عشان القمح يفك من بعضه. ضفت نص كوباية سكر للقمح وهو بيتسلق. هضيف نص كوباية سكر تانية دلوقتي، يبقى مجموع السكر اللي ضفته لنص كيلو من القمح كوباية معيارية من السكر. هقلب كويس. وفي نص كوباية مية أو نص كوباية لبن هضيف معلقتين كبار من النشا، واختياري معلقتين كبار من بودرة كريم شانتيه خام، معلقتين كبار من اللبن البودرة. الإضافات دي بتخلي قوام العاشورة ناعم جدا وكريمي. هقلب كويس جدا، تأكد ان كل المكونات دابت خصوصا النشا. هنزل بيها في صورة سرسوب مع التقليب السريع عشان النشا ما يعملش اي تكتلات او كلاكيع. ويا سلام يا سلام بقى لو فاضل عندك شوية جوز هند وزبيب من رمضان، هتنقلي العاشورة في حتة تانية خالص، هتبقى عاشورة قمر قمر بجد. وهنضيف للعاشورة وهي بتستوي نص كوباية من جوز الهند، نص كوباية من الزبيب. هقلب كويس عشان جوز الهند والزبيب يستووا مع العاشورة. كده خلاص تمام، العاشورة جهزت. خطوة مهمة جدا، لازم تدوقي العاشورة. بتطلعي معلقة في طبق بره وتدوقيها، عشان في ناس بتحب العاشورة سكرها زيادة شوية. ممكن بدل ما تحطي كوباية سكر تحطي كوباية وربع. هنقلب كويس جدا. ضروري العاشورة تغلي معاكي وتقلب قلبتين 3 على الأقل، يعني تسيبيها تغلي كويس جدا عشان طعم النشا ما يبانش فيها. هتسيبي العاشورة تهدى شوية وتصبيها في أطباق التقديم. هتصبي العاشورة في أطباق التقديم وهي سخنة.
ما تستنيش لما تبرد، لو بردت هتتماسك جوه الحلة وهتاخدي بالك. لو أطباق التقديم إزاز هتستني لما العاشورة تبقى دافية، يعني مش سخنة خالص، وتنزلي بيها في أطباق التقديم عشان الأطباق نفسها ما تتكسرش منك. وبنص كيلو قمح هتعملي كمية كبيرة جدا من أطباق العاشورة. الكمية اللي قدامكم دي مش الكمية الحقيقية، احنا خلف الكواليس كلنا أطباق كتير جدا، وفي ناس كانت بتتخانق مين يلحس الحلة، على رأسهم أنا مدمنة إن أنا ألحس حلة الرز بلبن وحلة العاشورة، طعمها بيبقى تحفة. العاشورة سهلة وبسيطة، طعمها بيبقى أحلى لما تعمليها في البيت. جربيها هتعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.